ايوه كده حتى الاسئله دي، الاسئله دي جميله والله. السكن لو انت لوحدك صاحبي هيدفع لك بتاع 300 350 يورو. وده كمان بيدفع على حسب انت هتسكن فين، هتسكن في القريه ولا تسكن في المدينه. القريه بتكون ارخص من المدينه، المدن بتبقى غاليه وصعب انك تلاقي سكن يعني بسهوله. في الغالب انت شخص واحد فتحتاج اوضه، يعني مش هتحتاج شقه كبيره عشان تسكن فيها لوحدك. بعدين اكل وشرب، يعني لو انت لوحدك مثلا ولو تشتغل في حاجه مثلا مطعم ولا فندق ولا الكلام ده وليك اكل هناك، فانت مش هتحتاج كتير، يعني 70 80 يورو هيكفوك في الشهر لو انت بتاكل على قدك يعني. لو هتصرف كل المصاريف على الاكل والشرب تحتاج مثلا بتاع 150. ده لو مش شغال في شغلانه هتاكل وتشرب فيها يعني، وتوفر لك مثلا وجبه ولا حاجه بس. وبعدين الباقي ده انت بتحدد هتعيشه ازاي. مثلا يعني انا واحد من الناس مثلا لو حسبت ان انا اطلع اشرب بالقهوه دول هكفت القهوه العربية السويسي. لو طلعت ان انا هشربهم مثلا ب 100 جنيه ولا 140 جنيه، انا مش هشربها، مش هقعد اشربها. انا هشربها في البيت ب 30 سنت وعندي مكنه في البيت وبشرب القهوه فيه. بس ما تتحسبش كده صح على رأي السويس عشان بنحب. فانت اللي بتحدد هتعيش حياتك ازاي، هتسيستم نظام حياتك ازاي، هتاكل ازاي، هتشرب ازاي، هتلبس ايه. ممكن تلبس حاجة رخيصة، ممكن تروح تلبس تيشيرت مثلا ب80 90 يورو، ممكن تجيب تيشيرت ب10 20 يورو. كده هتلبس وكده هتلبس. بس الفكرة انت عايز تعيش حياتك ازاي.